ايه مزايا وعيوب الحياه هنا في دبي؟ وايه الحاجات اللي لازم تكون عارفها قبل ما تيجي، سواء بقى جاي سياحه او جاي بحث عن عمل؟ معاكم محمد خالد والشغوفتيه. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والدنيا معاكم في التمام. معاكم محمد خالد والشغوفتيه. قناه الشغوفتيه هي قناه بتساعدك انك تلاقي شغفك وتطوره وتنميه، وازاي بعد كده ممكن تحوله لمصدر دخل ليك. موضوعنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ايه هي مزايا وعيوب الحياه هنا في دبي، وايه الحاجات اللي لازم تكون عارفها قبل ما تيجي، سواء بقى انت جاي سياحه او جاي بحث عن عمل. فيلا بينا نبدا الاول بالمزايا. اول ميزه يا جماعه، واللي هتحس بيها من اول ما تخرج من المطار او من اول ما تنزل اصلا من باب الطياره، هي فكره الامان. دبي هنا يا جماعه من اكتر المدن في العالم، وبالنسبه لي ممكن تكون هي الرقم واحد في الامان يا جماعه. الامان هنا انا مش بتكلم بس انك تبقى ماشي في الشارع وحاسس ان انت ماشي مش شايل اي قلق او اي خوف ان حد ممكن يتعرض لك او ممكن يأذيك، سواء بقى بنظره، سواء ان ممكن مثلا حد يجي يرخم عليك او يقول لك كلام ملوش لازمه او اي حاجه. لا، الفكره يا جماعه الامان في كل حاجه. حتى لو انت مأجر اوضه في شقه، لو انت مأجر بارتيشن ايا يكن، فبتحس يا جماعه في امان في المكان اللي انت عايش فيه. حتى لو المكان ده ما فيهوش كاميرات، بس فكره ان انت تبقى قاعد في مكان انت حاسس فعلا فيه بامان. لا حاسس بقى انك ممكن حد يتعرض لك ولا حد ممكن يطلع يسرقك. حتى لو سبت حاجتك هنا مرميه في الشارع، لو رحت اي حته ورجعت تاني هتلاقي الحاجه بتاعتك موجوده. فدي حاجه يا جماعه فعلا حاجه غريبه جدا، وهتلاحظها من اول ما توصل هنا دبي، من اول ما تخرج كده من الطياره وتخرج من المطار هتلاقي الدنيا امان جدا. لا بقى ماشي حاسس انك خايف ولا حد يطلع عليك ولا حد يثبتك ولا مفيش الكلام ده خالص. من امثله يا جماعه حوار الامان ده، والحاجه بالنسبه لي كانت غريبه، ان في يا جماعه يعتبر كان في اول سكن جيت سكنت فيه هنا، كان في يا جماعه معايا واحد في الشقه، واحد فرنسي او واحد من فرنسا. الفكره يا جماعه ان هو كان بينزل كل يوم ويسيب باب الاوضه بتاعته مفتوح. يعني انتوا الفكره يا جماعه، انتوا متخيلين الفكره؟ يعني هو مأجر اوضه، الاوضه دي حاطط فيها كل حاجه، حاطط فيها فلوس وحاطط فيه كل الورق بتاعه وحاجات كتيره مهمه، بيسيب باب الاوضه مفتوح عادي جدا وبينزل وبيرجع بعد كده اخر اليوم بالليل وعادي يكون باب الاوضه مفتوح. فالفكره يا جماعه هنا ان فكره الامان زي ما قلت لكم هي مش بس امان في الشارع، لا ده امان في كل حاجه حرفيا. انت بتبقى قاعد في اوضتك عادي، لو نمت وسبت باب الاوضه مفتوح وسايب جوه فلوس وسايب كل حاجه جوه واجهزه وتليفونات وكل الكلام ده كله، هتبقى نايم وانت مطمن عارف ان مفيش حد هيخش الاوضه ولا في اي حد هيأذيك باي شكل من الاشكال. نخش في تاني ميزه واللي برضه هتلاحظها من اول برضه ما توصل هنا مطار دبي، هي فكره البنيه التحتيه. البنيه التحتيه هنا يا جماعه انا بتكلم بفكره مش بس فكره العمارات مثلا والابراج، لا انا بتكلم بنيه تحتيه فكره المواصلات. فكره يا جماعه مثلا المطار، من اول اصلا تشوف شكل المطار والخدمه فيه كل الحاجات الموجوده جوه المطار عامله ازاي. فكره زي ما قلت فكره المواصلات، سواء مواصلات اتوبيسات عامه، سواء التاكسيات الموجوده، فكره كل حاجه حواليك، الخدمات اللي موجوده، المولات، كل حاجه موجوده حواليك من بنيه تحتيه موجوده هنا في البلد كخدمات ككل حاجه. بتحس ان هي معموله بافضل شكل ممكن. تحس ان هي مش معموله كده اي حاجه خدمه الناس وخلاص، لا معموله بحيث ان هي تنافس العالم، بحيث ان اي حد يجي هنا يبقى منبهر بالبنيه التحتيه اللي موجوده. ثالث نقطه وهي فكره تنوع الثقافات. يعني ايه تنوع الثقافات؟ مدينه دبي انا بالنسبه لي بسميها هي مدينه عالميه. يعني ايه مدينه عالميه؟ يعني المدينه دي ان اول ما بتوصل لمدينه دبي او اول ما بتوصل اماره دبي بتحس ان انت كده في دوله او في وسط منطقه. المنطقه دي هي يعتبر يعني واخده العالم كله. يعني انت بتنزل بتقابل ناس من اسيا، بتقابل ناس من امريكا، بتقابل ناس من اوروبا، بتقابل عرب. فالفكره انت بتحس ان انت في منطقه او في مدينه فيها واخده من كل حته في العالم، من كل منطقه في العالم، بثقافتها بقى، بعاداتهم، بتقاليدهم، بكل حاجه. ففكره يا جماعه هنا تنوع الثقافات حاجه كده بتخليك انك بتشوف الناس دي عايشه ازاي، بتشوف الناس اللي في اوروبا دول عايشين ازاي، الناس اللي في امريكا، الناس اللي في اسيا، الناس مثلا اللي من الدول العربيه التانيه، الناس دي بتعيش ازاي، ثقافاتها ازاي، عاداتهم ازاي. فدي حاجه بجد بتستفيد بيها جدا، وبتحس كده ان انت اكنك زرت العالم كله. فبجد تنوع الثقافات هنا وتنوع الناس اللي انت بتشوفهم وتنوع العادات وكل الكلام ده كله فعلا بتحس ان انت حاجه كده غريبه، اللي هو انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اشوف كل الثقافات دي كلها في منطقه واحده او في مدينه واحده. رابع نقطه وهي فرص العمل هنا في دبي. يمكن يكون فكره السوق العمل هنا في دبي سوق تنافسي الى حد كبير، وفكره انك تلاقي فرصه هنا الحوار يعتبر مش سهل. بس الفكره ان انت هنا لو لقيت فرصه فدي بتكون حاجه كويسه جدا، خصوصا يا جماعه ان فرصه الشغل هنا في دبي دي يعتبر بتكون حاجه كبيره جدا في السي في بتاعك او البورتفوليو بتاعك.
ويعتبر الحاجه الكبيره دي هي بس مش في الدول العربيه او مثلا في دول الخليج، لا دي حاجه معترف بيها وحاجه معتمد بيها في كل دول العالم. سواء بقى انك مثلا عايز تروح اوروبا او امريكا او اي دوله، فكره انك تقول لهم ان انا كنت شغال في دبي في وسط بيئه العمل الخاصه بدبي والناس اللي انا كنت بقابلهم وتنوع الثقافات وكل الكلام ده كله، فدي حاجه بتكون مهمه جدا 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 وبتفرق جدا في السي في بتاعك. فدي بالنسبه لي نقطه مهمه جدا، وهي النقطه الرابعه وهي فرص العمل هنا في دبي. هتقول لي الكلام حلو جدا، بس ايه هي بقى العيوب؟ يعني ايه هي العيوب اللي انا لازم اكون عارفها قبل ما اجي؟ اقول لك ركز معايا وهنقول العيوب دلوقتي. اول عيب معانا وهو ان دبي للاسف مش رخيصه. فكره يا جماعه الحياه هنا في دبي الى حد ما مكلفه شويه، والتكلفه هنا مش تكلفه بس سكن، لا التكلفه هنا في تعتبر كل حاجه حرفيا. تكلفه في السكن، تكلفه في المواصلات، تكلفه مثلا يعني نقول الى حد ما التكلفه مش عاليه قوي في الاكل والشرب. بس عموما لو انت قررت انك تيجي هنا وتقعد في دبي، سواء بقى السياحه سواء بحث عن عمل، فاعمل حسابك ان الى حد ما الدنيا هتكون مكلفه معاك شويه. فدي يعتبر بالنسبه لي عيب، وخصوصا ممكن تكون للدول العربيه الناميه. مثلا لو هنيجي نتكلم انا بالنسبه لي مثلا من مصر، فبالنسبه لي يعتبر التكلفه الى حد ما عاليه بشويه، ويعتبر اعلى بكتير من التكلفه في مصر. فدي يعتبر اول عيب بالنسبه لي، هو فكره ان الحياه هنا مش رخيصه، الحياه هنا غاليه. تاني عيب، تاني عيب هو يعتبر الى حد ما مش عيب قوي، بس هو عيب مترتب على ميزه. يعني الفكره يا جماعه احنا كنا في ثالث ميزه قلناها، هي فكره تنوع الثقافات. فتنوع الثقافات ده بيؤدي للاخر ان انت للاسف معظم الناس اللي موجوده هنا في دبي اجانب. فبالتالي اللغه الاساسيه هنا او اللغه المشهوره هنا هي الانجليزي. فتاني عيب يعتبر هو فكره اللغه. لو انت بالنسبه لك مش متعود على الانجليزي او الانجليزي بالنسبه لك بيسبب مشكله ليك، فللاسف هنا الحياه في دبي هتكون الى حد ما صعبه ليك. لان للاسف معظم الناس اللي هتتعامل معاهم هنا في دبي، سواء بقى في خدمات سواء في مواصلات سواء في سوبر ماركت في ايا يكن عموما، او اي محل بتشتري منه حاجه، هتلاقي الناس اللي انت بتتعامل معاهم اجانب. فلازم تتعامل معاهم بالانجليزي. فلو انت للاسف جاي هنا دبي سواء بقى السياحه او بحث عن عمل، وانت الانجليزي بتاعك مش افضل حاجه او ما بتعرفش تتكلم انجليزي، فللاسف الحياه بتاعتك هتكون صعبه. لان معظم الناس اللي هتقابلهم هيكونوا اجانب. حتى لو كانت الشركه اللي مطلعاك من بلدك الشركه دي عربيه وهتتعامل مع عرب، فللاسف زي ما قلت الناس اللي هتتعامل معاهم هنا في الخدمات، سواء مواصلات سواء سوبر ماركت سواء مطاعم سواء كافيهات اي مكان عموما، هتلاقي النسبه الكبيره اللي موجوده اجانب. فلازم يكون معاك لغه كويسه قبل ما تيجي دبي. ثالث عيب، ثالث عيب ويعتبر انا بعاني منه دلوقتي، وهو الطقس هنا في الصيف. الجو هنا يا جماعه في الصيف حر جدا، حر جدا حرفيا. فممكن يكون الجو دلوقتي الى حد ما عشان بس وقت الغروب فالدنيا الى حد ما تمام، عارف اصور الفيديو. بس يا جماعه في العادي خصوصا هنا في وقت مثلا الظهر او وقت مثلا من الساعه 11 او الساعه 10 لغايه الساعه مثلا 5 6، الجو حر جدا في الصيف. فلو انت من الناس اللي يعتبر عندك حساسيه شويه، او مثلا في نفس الوقت عندك بالنسبه لك الصيف او درجات الحراره العاليه بتسبب لك مشكله، فللاسف الحياه هنا في الصيف فصل الصيف بالذات هتكون بالنسبه لك الى حد ما صعبه شويه عليك. بس الفكره ان هنا يا جماعه يعتبر فتره الشتاء او فتره مثلا راس السنه او اخر السنه بيكون الجو هنا حلو جدا. فلو انت عايز تيجي السياحه افضل وقت ليك هو يعتبر اخر السنه. يعني بيكون مثلا من بعد 10 11 كده لغايه مثلا شهر 2، ده يعتبر بيكون من افضل الاوقات هنا في دبي. بس لو انت زي ما قلت لك انت عندك مشكله في فصل الصيف، الافضل ابعد عن الصيف. رابع عيب وبالنسبه لي يعتبر عيب الى حد ما مش هتحس بيه غير لما تقعد فتره هنا، وهي فكره الغربه. فكره يا جماعه هنا دبي هي يعتبر مدينه عربيه وموجوده في دوله عربيه وكل حاجه، بس الفكره ان زي ما قلت يعتبر الميزه بتاعه تنوع الثقافات، بعد فتره هتلاقي بعد كده ان انت في مشكله ان انت بدات تحس بغربه. لانك هتلاقي الناس اللي انت بتتعامل معاهم سواء بقى في السكن او في الشغل او في الشارع، هتحس ان الناس دي في فرق ما بينك وبينهم في العادات والتقاليد والثقافات عموما. فتحس الى حد ما ان في يعتبر غربه بينك وبين الناس اللي حواليك. هتبدا بقى وقتها تقعد بقى تفكر وتفكر في عيلتك وفي اهلك، وتبدا تفكر في فكره العادات اللي انت كنت متعود تعملها في وسط بلدك. فدي يعتبر عيب بس مش هتحس بيه غير لما تقعد فتره. ويمكن العيب ده مش هيحس بيه غير الناس اللي بتتغرب في او بتبقى موجوده هنا في دبي للبحث عن عمل، او ناس مثلا جايه هنا بتشتغل. كده يعتبر الفيديو بتاعنا يكون خلص. حبينا ان احنا نتكلم في الفيديو ده عن المزايا والعيوب اللي موجوده هنا في دبي، وبالذات العيوب اللي لازم تكون عارفها وتكون واخد بالك منها قبل ما تيجي، سواء بقى انت جاي سياحه او جاي بحث عن عمل. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا حتى لو بجزء بسيط. كان معكم محمد خالد والشغوفتين.